يا ترى ايه هي الشبشبة وايه علاقتها بالسحر وايه علاقتها بالجن ومين اللي بيعملها وبتجلب لنا ايه وبتخلينا نستفيد ايه وبتضرنا في ايه؟ ايه ده. هي الشبشبة بتضر وبتفيد؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ هو ده اللي بيقولوه او هو ده اللي بيعملوه. طب هما بيعملوا ايه؟ تعالوا كده حبة معايا وانا اوريكم بعينكم بيعملوا ايه. عايزة حبيبي قلبه يقيد نار ويفضل فاكرني ليل ونهار، عايزة تخليه قلبه يتحرق عليكي، هاتي شمعة واكتبي عليها اسمه وهاتي الزيت اللي هو وهتبيتيها طول الليل واسمه يكون مكتوب على الشمعة، وتجيبي وعاء من الإزاز وتقلبيها عليه لحد ما الإزاز يا يفرقع يا الشمعة تطفي وقلبه يتحرق عليكي. ادي اول حاجة. اجلبي لها النحس وخليها هي وجوزها يتخانقوا والمشاكل كلها تتقاد في البيت. تفضلي تجيبي المقص وتفتحيه وتقفليه علشان تجلبي لهم النكد والنحس ورزقهم يقف. دي من ضمن الشبشبة. دي تاني حاجة. طوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة على عتبة البيت. تجيبي طوبتين وتفضلي تقولي نفس الكلام علشان الخناقة تفضل موجودة والاتنين يزيدوا خناق ونقار في بعض. ده لأي اتنين عايزاهم يفضلوا في المشكلة اللي هم فيها. عايزة جوزي ما يبصش لغيري ويتعقد لي علشان ما يعرفش يعمل أي حاجة مع أي حد. دبارة وتتعقد 7 عقدات واللي يتقال في الليالي القمرية وساعة قبل الفجرية علشان تنولي المراد بالدبارة والعقاد والمقولة اللي لازم تتقال. ده كله لربط الزوج للزوجة من الشبشبة وضرب الأباقيب المصنوعة من الخشب واللي لازم تقعدي تضربي عليها طول الليل على أي باب حد من اللي انت عايزاهم يتعاركوا مع بعض، سواء زوج وزوجة أو سلايف أو أخوات أو أهل. ده برضو أصل الشبشبة، بس المهم إن يكون مداس من الخشب. ايه يا حاجة كل اللي انت بتهري فيه ده؟ أباقيب بالخشب وطوب وعركة منصوبة وشموع وأواني وفخار وإزاز وزيوت ودبارة مربوطة بعقاد غريبة ومش فاهمينلك حكاية. ايه كل الهبل اللي انت عمالة بتعمليه وشغل العفاريت اللي مش مفهوم؟ هو ده الشبشبة اللي متعارف على أيام جدي وجدتك وستي وستك وأيام المصاطب وخالتي وخالتك، واللي مرتبط بأكترية كودية الزار. هي اللي بتقوله للست اللي رايحة لها علشان تخلي جوزها تعليها، أو الزوج اللي رايح لها علشان يخلي مراته تعليه، أو السلايف المتغاظين ومتكادين من بعض. الحقيقة إن الشبشبة ملهاش أي علاقة بالجان، ولكن بتجلب الجان لحد عندك وتسبب لك العكوسات والنحوسات اللي بيها تخلي حياتك دمار وخراب. مش فاهمين برضو يعني انت عايزة تقولي ايه؟ منين ان هو ملوش علاقة بالجن، ومنين ان هو بيفتح باب من بيبان الجان علشان يمر عليك او يأذيك؟ ابسطها لكم بمنتهى البساطه. انت فاتح الباب بتاعك وقاعد بتاكل في امان الله، وعدى جار من الجيران المتطفلين وانت من باب الذوق قلت له اتفضل، فالجار دوت علشان هو متطفل ومتعدي قام داخل بقله ذوق وقعد ياكل رغم ان انت كنت بتقولها له من باب الذوق. هو ده بالظبط اللي انت بتعمله
مع مخلوقات الجان. هم ما بيقدروش يجوا جنبك، ولكن ببعض العوامل تقدر تفتح لهم الباب من غير حساب ويعملوا فيك اللي هو عايز. يعني كده بالبلدي بتسهل عليه المأمورية وبتكون بالنسبة له فريسة سهلة جدا. سبق وقلت لكم قبل كده ان في حاجات كتيرة جدا في الكون ملهاش اي علاقة بالجن، ولكن في عوامل مؤثرة على جلب الجان او الأذية ليك وانت لا تدري. باختصار كده شديد، لان الموضوع كبير جدا وعايز حلقات وحلقات. هفكركم بحاجة مثلا زي الضوافر. مش ساعات بيقولوا لكم اوعى تقص ضوافرك الساعة الفلانية او بعد نص الليل ولازم في ايام معينة علشان ما تشيلش وزر؟ اوعى تقص شعرك غير في الليالي القمرية او الشهور الهجرية في الايام الفلانية العلانية علشان مش عارفة شعرك ما يقرعش او يطول. خدي شعرك وارميه في النيل، مش عارفة اعمل ايه. كلام بنسمعه كتير واحنا مش فاهمين، ملوش علاقة بالجن، ولكن ليه علاقة بسحر الكون اللي كنت بقول لكم عليه والساعات المرتبطة بالفلك والنجوم. لكل إنسان مننا ليه النجم الخاص بيه، وانت ونصيبك يا تجلب الساعات أو اللحظات النحسة ليك، يا تجلب السعادة لقلبك وتساعد نجمك على الازدهار والصعود. ملوش علاقة بالجن، وكان متخصصين فيه اللي هم القضية بتاعة الزار اللي مسؤولة عن الزار، وكانت أغلب الستات هم اللي بيروحوا لقضية الزار ديت علشان عايزة جوزها يبقى معاها، عشان جوزها ما يبصش لغيرها، علشان اتنين سلايف متغاظين من بعض فعايزاها تعمل خناقات، عشان حماتها ترضى عليها، عشان أكتر الحاجات اللي كانت بتتعمل للشبشبة هو التفريق الزوج والزوجة، يا إما المحبة ما بين الزوج والزوجة، يا إما السلايف، يا إما يعني الخناق يا المحبة. دي كانت أكتر حاجة في الشبشبة، وده كان جزء من الأجزاء اللي بيعملوها في الزار، أو معلومات بتتقال من القضية بتاعة الزار للست أو الراجل اللي رايح لها عشان المشكلة أو الجلب أو المحبة. ودي للأسف الشديد كلها حاجات من الشركيات والجهل اللي احنا كنا بنعمله، وبيعكس علينا في الساعات اللي بيتقال عليها ما هو إلا جلب النحس لينا ساعة دورة الفلك، وده بيأثر علينا كونيا وعلينا كطبيعة بشرية. ومن هنا بتفتح للجان باب من بيبان المرور ليك لأذيتك وانت لا تدري. ده غير النحس والخراب والحاجات اللي بتحصل لك غريبة والمشاكل الكتيرة اللي بتعم على البيت وعلى أي حد يقرب منك لو عملت أي حاجة قضية الزار أو اللي هم مسؤولين عن الزار دول قالوها، أو السحرة اللي في بداياتهم عشان ينولوا الرضا لبعض مخلوقات الجان. يعني باختصار كده الشبشبة ما هي إلا جهل وخراب ودمار ليك ولأهل بيتك لو انت حاولت ان انت تعمل كل الحاجات ديت. لان السحر او الناس اللي كانت فاكرة ان الشبشبة هي سحر ملهاش اي علاقة، لان السحر انت بتكلف جان بإتلاف حاجة معينة. هنا انت اللي بتجلب الساعات النحسة ليك عن طريق دورات الفلك وطبيعة الكون الخاصة بكل بشر مننا. كل الحاجات ديت سفليات وشركيات بتؤدي لمرور المخلوقات المؤذية أو المتعدية عليك، لأن كل ما حالتك تسوء وكل ما نجمك يتقفل كل ما بسهولة جدا شياطين الجان ياخدوك فريسة سهلة ليهم للعبث بحياتك وليك أنت كشخص. يعني باختصار كده عشان نقفل الفيديو، لأن الموضوع كبير جدا جدا جدا، وفيه جزء من الأجزاء الخاصة المرتبطة بالقمر، وفيه نوع من الزجر المعين اللي بيتقال وانت متنح للقمر وما بترمش، وده طبعا مش هينفع أقوله لأنه من أخطر الأشياء اللي بني الإنسان كانوا بيقعوا فيها وبيعملوها، وكانت الأكترية المشهورة فيها هي الجلب الأحبة لبعضهم، وده كان من أخطر الحاجات، والنحس بعينه والخراب بعينه لأي شخص كان بيعمل شبشبة القمر. يعني باختصار كده الشبشبة ملهاش أي علاقة بالجان، ولكن تقدر لك إنها تجلب لك الجان بالجهل والخراب اللي انت بتعمله وبتعبث فيه عن طريق الكون أو طبيعتك ككون بشري، أو إنك أنت بتعبث في دورة الفلك الخاصة بيك أنت كبني آدم، وطبعا مرتبطة بالساعات. وزي ما اديتكم المثل بتاع الضوافر والشعر كلها ملهاش علاقة بالجن، ولكن ليها علاقة بالدورة الفلكية أو بالقمر أو النجم الخاص بيك، وده من أخطر ما يكون. اوعوا تسمعوا حاجة وتطبقوها وتصدقوها، لأن انت ممكن تخرب حياتك وانت لا تدري من غير سحر ولا حاجة ولا جن، ولكن انت ممكن تسبب عكوسات الدنيا بجهلك وسمعانك لكلام ليس له أي علاقة بالصحة غير الخراب والدمار لحياتك وانت مش دريان. خدوا بالكم.